السلام عليكم يا جماعه، اخباركم ايه؟ ازيكم؟ ازاي صحتكم؟ النهارده جايه لكم بسمك بوري. هعمله فسيخ بطريقه ان شاء الله تبقى بسيطه خالص خالص، وهنبدا مع بعض. دي السمكيه بوري. دي بوري، باخدها النخاشيش اللي هي هنا، شايفينها؟ قربوا كده بصوا في هنا زي سواد، حاجات ممزقه، شايفين؟ ده كل ده اهو. كل ده لازم ايه؟ يتشال وينضف. شايفين؟ انا هعمل الناحيتين والناحيه التانية برضو اهي نفس النظام. شايفين؟ لازم الحاجات دي تنزل كلها من السمكه عشان السمكيه تبقى سليمه وطعمها حلو. شايفين شكلها ايه؟ هنزلها بقى تحت الحنفيه، كل ده هنزله. شايفين؟ ادي السمكه، لازم كل ده يطلع من السمكيه. لازم ايه؟ ادخل الميه جوه النخاشيش. وهنا برضو شايفين؟ لازم انضفها كويس قوي قوي عشان النخاشيش تبقى نظيفه وحلوه. غسلتها واحطها جنب اخواتها. هاجي للسمكيه التانية برضو نفس النظام اهي برضو اهي. شايفين اهي؟ شايفين الحاجه اللي نازله منها؟ كل ده لازم يتشال. شايفين اهي؟ معلش ده هتقولوا بقى يع ومش يع، فاكيد انتوا بايه بتنضفوا. اللي بيقول يع ما يتفرجش. انا لازم اعمل حاجتي ايه؟ سليمه وحاجه كويسه عشان احنا اللي هناكلها او غيرنا اللي هياكلها. برضو لازم اغسلها، لازم انزل منها الدم خالص. شفتوا بقى النخاش حلوه نضيفها ازاي؟ بصوا اهي بقت فله شمعة منوره. اروح بقى ايه؟ شطفاها كده. خلاص شطفتهم. اعمل ايه بقى يا حبايبي؟ لازم السمكه ابيتها يوم كامل عشان تنزل، لو فيها دم لو فيها حاجه لازم الدم ينزل. خلاص انا عامله هنا عامله هنا منضفه وعاملاه اهو. نضفت قلبته عشان ايه؟ ينزل الدم اللي فيه. حطيته في اللبانه، ما بستعملهاش اللبانه دي. بكره ان شاء الله هوريكم الخطوه اللي بعديها اللي هعمله في البوري. خلاص هسيبكم كده وبكره نكمل ان شاء الله. يلا سلام عليكم. كده خلاص بعد ما نزلت دمها وبقت حلوه وبقت ناشفه اهي، ما فيهاش ميه ما فيهاش حاجه. بعمل خطوه انتوا المفروض تعملوها عشان هتبقى معاكم السمكه من جوه زي الزبده. ان احنا بندلكها، بنجيب من هنا، بتدوسي من هنا من الحرف ده والحرف ده، تدوسي كده لحد ما الايه السلسله اللي من اللي جوه دي تطق في ايدك، تحس ان هي اهي. بص اهي طقت اهي كده. ما نجيش عند البطن عشان لو جينا عند البطن هيمرر. بنعمل كده اهو. ما نجيش اهو بتقطع تحت ايدي اهي. ما نجيش عند البطن خالص هنا، دي ما نجيش جنبيها هتمرر مننا السمكيه. بص بقت ايه؟ طريه خالص خالص اهي. ومن هنا برضه اهي. لو ما عملناش كده بعد ما بتستوي تيجي تفتحي اللحمه تلاقيها ناشفه من جوه، تلاقي اللحمه ناشفه، انما دي هتلاقيها طريه زي الملبن اهي. شايفين؟ انا بتقطع تحت ايدي. هنعمل ايه بقى؟ انا جايبه هنا ملح وكركم وشطه، بنقلبهم على بعض. في عندي ملح تاني متبقي من المره اللي فاتت هنحط عليها عشان ايه؟ الملح يا جماعه ملح خشن،
مش ملح ناعم اللي احنا بنقول عليه ملح رشيدي. الملح اهو خشن، حبايه بحبتها اهي، ملح خشن. انا هقلبه كويس الشطه مع الملح. الشطه عشان ايه؟ ما تخلوش يعفن، والملح والكركم بيديله لون حلو ومنه مفيد يعني. بص الملح ملح خشن خالص اللي بنقول عليه ملح رشيدي، بتجيبوه من عند اللي هي محل المخللات، بتقول له اديني ملح رشيدي من عنده يديك. خلاص كده احنا خلصنا هنا كده خلاص. بنجيب بقى السمكية يا حبايبي، السمكية اهي، بنجيب الخياشيم ونحط الملح بس كده، بنملاها كده الخياشيم بنملاها ملح اهو، وهنا دي كده بنرش عليها ايه كده. عندنا بقى كيس، انا بحطه في كيس، ما بحطش في حاجه، ما عنديش ايه حاجه الا كيس، فبحطه في كيس اهو، برصه في كيس كده. اجي للتانيه برضو نفس النظام اهي، اجي من هنا من عند تطقي في ايدي كده، اجي هنا عند الظهر، ما اجيش عند البطن خالص هتمرر وتعمل لنا مشكله. اجي على الناحيه التانيه برضو اهي، هنيجي عند النخاشيش ونحط. خلاص كده حطينا في النخاشيش. نيجي برضو هنا اهي السمكية اهي، بنخليها ورا بعضيها يعني الظهر في البطن كده. هنعمل غيرها برضو، هنعمل دي اخر واحدة بعدين انا اكمل بقى. هنعمل كده شفتوا اللحمة طريقة ازاي؟ ومن الظهر برضو نعمل كده اهو، ومن هنا برضو اهو. هتطلع بقى معانا السمكية زبدة. نحط بقى في النخاشيش هنا برضو، اسمها النخاشيش. بصوا بقى عشان اقول لكم ازاي السمكية. ده هنا ظهر السمكية اهي، دي كده هنا ظهر السمكية، فانا احط بطن السمكية دي، البطن دي في ظهر السمكية، البطن في الظهر كده. خلاص هكمل بقى كله وبعدين نبقى نرجع تاني مع بعض. خلاص كده بصوا بقى احنا رصينا اهو كله في ظهر بعضه، يعني هنا البطن هنا الظهر، هنا الظهر هنا كده ورا بعضه. دي اخر واحده بقى ايه، هنكون برضو معاكم ايه اخر واحده عشان تبقوا فاكرين. باجي هنا بعيد تاني اهو، باجي هنا بدوس كده، بحس ان السلسله بتطق تحت ايدي اهو، اهي كده اهي، طريت معايا شفتوا اهي طريت. باجي لحد هنا كده اهو، كل دي بقى هنا دي كلها البطن، فانا باجي عندي هنا اهو كده في الظهر كده، واعمل لها شويه مساج حلوين كده، ادلكها كده، ومن هنا كده ادلكها. الحركه دي يا جماعه والله بتخلي اللحمه من جوه زبده، ما بتبقاش ناشفه كده ومقدده، لا بتبقى زبده. بصي بقى الزبده خالص. ادي بقى هنا برضو راح ايه حاطه ما نكترش عشان ما يطلعش منه حادق، يبقى حادق. ده بقى هيقعد معايا 10 ايام لان الجو حر، في 10 ايام حلو يعني 10 15 يوم بالكتير قوي، 15 يوم بس ان شاء الله هيكون 10 ايام مش اكتر من كده.
فين بقى ظهرها هنا اهو، هتبقى هنا كده دي في الوسط كده عشان دي اخر واحده خلاص. شفتوا يا جماعه الشكل اهو. هنفتح عليه بقى كمان 10 15 يوم. خلاص رصيناهم اهو. بروح ماسكه الكيس بطلع منه الهواء، والكيس ما يكونش مخروم، لازم كيس يكون سليم عشان بينزل السائل في الكيس وهيطلع منه تبقى مشكله، هيبهدل لنا الدنيا. بروح قافلاه كويس اهو كده اهو، ما يكونش فيه هوا خالص اهو. كده اهو جامد اهو، مش هيدخل له هوا. واروح جايبه كيس تاني برضو اهو محضراه احتياطي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس رصيته اهو تمام، والكيس سليم مفيش اي حاجه. جايبه ده برضو قافلاه، هروح قافلاه بالسلوتيب، هقفل كده وكده واروح جايبه سلوتيب واروح بقى ايه مقفلاه، لان السلوتيب جوه فهقوم اجيبه. خلاص كده يا جماعه 10 ايام ان شاء الله، وهنفتح عليه وهنشوف النتيجه بتاعتها هتبقى ايه. ان شاء الله هتعجبكم، واتفضلوا معايا ان شاء الله، بس بعد ما نفتحها باذن الله. وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وسبسكرايب، وان شاء الله هيبقى في حاجات تانية بعد منها ان شاء الله كتير هتعجبكم، بس تابعوني. يلا السلام عليكم.